الجنيه المصري ارتفع أمام الدولار ليصل 49 جنيه و18 قرش. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في تحديث لأسعار الدولار قدام الجنيه المصري النهاردة الأربعاء 23 يوليو 2025، وهنشوف مع بعض آخر الأسعار في نص اليوم، وهل في تغيرات حصلت في البنوك ولا لأ. تابع معايا لآخر الفيديو عشان تعرف سعر الدولار في البنك اللي نتعامل معاه. نبدأ على بركة الله. أسعار الدولار في منتصف تعاملات اليوم. البنك المركزي المصري سجل الدولار شراء 49 جنيه و17 قرش، بيع 49 جنيه و30 قرش. سجل الدولار في البنك الأهلي المصري شراء 49 جنيه و10 قروش، بيع 49 جنيه و20 قرش. سجل الدولار في بنك مصر شراء 49 جنيه و10 قروش، بيع 49 جنيه و20 قرش. سجل الدولار في بنك القاهرة شراء 49 جنيه، بيع 49 جنيه و12 قرش. بينما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي CIB شراء 49 جنيه و11 قرش، بيع 49 جنيه و21 قرش. في بنك الإسكندرية سجل الدولار شراء 49 جنيه و10 قروش، بيع 49 جنيه و20 قرش. دي كانت أحدث أسعار الدولار لحد دلوقتي، ولو حصل أي تغيرات جديدة هننزلها لكم فورا. ما تنسوش تقولوا لنا في الكومنتات شايفين الدولار رايح على فين، واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان توصل لكم التحديثات أول بأول. أشوفكم في فيديو جديد وسعر جديد. سلام.